السلام عليكم اخواتاتي متتبعاتي وكل وحده راها تشاهد في هذا الفيديو. نقول لكم ان شاء الله كاع تكونوا غايه مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفه تاع جينواز، يعني درس مفصل من الالف للياء لنجاح الجينواز بمكونات بسيطه بمقادير مضبوطه. وهذه جينواز تاع الطلبيات والجينواز تاع المحترفين، يعني ما فيهاش هذوك الزيادات اللي راهم يزيدوهم ولا باش تكون لك البنه تاع الجينواز الحقيقيه. شتوا لي شحال طالعه، غادي نعطيكم القياس تاع المول كل شيء بالتفصيل، يعني تبعيه معايا هذا الدرس وكونك هانيه باش تنجحي في اي جينواز تبغي ديريها. اليوم الشيرات كما شفتوا درتها في المول تاع القلب، اختاريت تاع 20 سنتيمتر، القطر تاع 20 سنتيمتر نحتاجو 4 بيضات نفس الاصفر على البياض. بياض البيض درت لها رشه تاع الملح، 4 بيض مع رشه تاع الملح، طلعتهم غايه بالباتور من الفيتاز من 1 حتى ل5، يعني ندير الفيتاز كاع القليل، نخلط مليح نعاود نطلع للدو، نزيد نخلط نعاود للطروه، يعني مشي ديريكت طلعي الفيتاز تاعك. نروح نجيب السكر هنا عندي 120 غرام. علاش؟ على خاطرش كل حبه تاع البيض يقابلها 30 غرام سكر، هذه قاعده. يعني ديري 4 بيض غادي تضربيهم في 30، تشوفي شحال ديري من غرام تاع سكر وفارينه. الفارينه عفوا السكر درت 120 غرام، قسمته على 2، النص دخلته بالتدريج وانا نضرب باستمرار بلا ما نطلق يدي من الباتور، قسمته على 2، النص دخلته مع داك البياض حتى ولا لي هكا، نطلع او ميم طون نحط في هذاك السكر بالتدريج حتى شوفوا طلع لي ولا لي اوناج. خليته على جهه لق القوام تاعه كيما شفتوه. 4 تاع الصفار اللي بقاو لي نزيد معهم الكميه المتبقيه تاع السكر وندرب مليح تاني، نبقى ندرب حتى يذوب السكر ويتغير لي اللون تاع الخليط تاع الاصفر تاع البيض مع السكر. شوفوا كيف ولا لي الخليط والسكر قاع داب. نروح نجيب هذاك البيض مع السكر اللي كنا طلعناه ونحطه على 3 دفعات. حطيت الدفعه الاولى وندربها بالباتور غير بالفيتاز 1 2 من 1 ل 2، ما نطلعوش حتى ل5. نعاود نحبس ونزيد الدفعه الزوجه. شوفوا راني نخلط فيه غايه وفي نفس الوقت نحافظ على هذاك الخفه والهواء تاع بياض البيض، ونزيد نحط الكميه اللي بقات كاع وبلا سباتول ولا لا ماغيز مسحي كاع هذاك البول، حطي الكميه كومبلي باسكو راهم المقادير تاعنا مضبوطه. ودخلت البيض عفوا مع السكر بأتم معنى الكلمه. صاي هنا كملنا مع المرحله الاولى. المرحله الزوجه اللي نسحقوا فيها غير الفوي المضرب اليدوي فقط. نجيب 120 غرام تاع فرينه، نفس القاعده تاع السكر، كل بيضه يعادلها 30 غرام من الفرينه و30 غرام من السكر، سيتادير نحتاجو في 4 تاع البيضات 120 غرام فرينه. نغربلها، وهذه خطوه ضروريه تغرب ليها على 3 دفعات. درت الدفعه الاولى غربلتها مع مغرف صغيره لافاني باش تقلع لي البنه تاع البيض، وندخلها بالفوي من الاسفل للاعلى. شوفي الفوي تساعدك خير من لا ماغيز باسكو لا ماغيز يبقى لك هذوك الحبيبات تاع الفرينه، بصح الفوي تساعدك بزاف. زدت طرونش الزوجه هكا ولا الدفعه الزوجه تاع الفرينه، توجور نغربلها وندخل تاني بالفوي من التحت للفوق. من بعد غربلت الكميه اللي بقات لي كيف نزيد ندخلها بهذيك الفوي. البنات هنا كنت درت الفرن تاعي يسخن قبل ما نبدا، قبل ما تبدي لا بريباراسيون تاعك ديري الفور تاعك يسخن. كي يحمالك غايه وتبغي تدخلي لا جينواز تاعك نقصي له على 150 درجه ولا 160 درجه. شوفي غير نقصي له معليش باش تطيب لك غايه، تطلع غايه وتطيب من الداخل ومن برا وتجيك سوا. شوفوا لي القوام تاع الخليط تاعي كيفاش راه. جبت المول ولا السيرسو، انا عندي السيرسو تاع القلب اللي العلو تاعه 10 سنتيم والقطر تاعه 20 سنتيم، ندهناه بالدهان بالزبده. شوفوا كل خطوه راني نعطيها لكم مدروسه، كل خطوه ضروريه باش تنجح لك الوصفه تاعك وتجيك النتيجه كيما يبغي خاطرك. شوفوا شا درت له هنا، درت له بابي الومنيوم اللي كنت كمشته مقبل، كمشت الالومنيوم وحطيته كيما راكي تشوفي، زيرته غايه في الاطراف
من بعد نجيب بابي كويسون اللي غادي نقطعه على حسب هذاك القلب. ولا شوفي انا عطيتك مقادير تاع السيرسو تاع القلب تاع 20 سنتيم. تبعيني في فيديوهات واحد اخرين دوك ندير لكم تاع السيرسو تاع 15 سنتيم مدور تاع 20 سنتيم. يعني اشتركي في القناه وتبعيني، سورتو لا تخدمي طلبيات ولا تبغي تخدميها لعيد ميلاد ولادك ولا احبابك تحتاجين. حطيت هذاك القلب من تحت تاع ورق الزبده، بعد جبت الاطراف اللي كنت قطعتهم قد 10 سنتيم قد العلو تاع السيرسو تاعي ولصقتهم. شفتوني علاه درت الدهان من تحت في السيرسو، درت هذاك الدهان باش يلصق لي البابي كويسون تاعي غايه. شوفوا كي تلقوا البابي كويسون تاعكم في جهه ماشي لاصق ديروا شويه تاع دهان ولصقوه مليح. شوفي هنا زدت شويه دهان بين هذاك بين البابي وخوه ولصقتهم. هنا راه عندي صوالحي راه مسقدين غايه، السيرسو راه مسقد وحطيت فيه الخليط. وشوفوا تاني حاجه ضروريه نسيت نقولها لكم هي السني. لازم تحت السيرسو ديري بلاو ولا سني باش يطيب لك فيه هكا كيما انني دايره هاد السني تحتاني. بعد ما حطيت الخليط كومبلي جيبي كيردون وديري هاد الخطوه اللي بزاف 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 عندها اهميه باش يجيك طالع كاع كيف ما تجيكش هذيك من الوسط طالع بزاف وتكوني اوبليجي باش تقلعيها. درت هذه الخطوه خبطتها شويه ودخلتها الفرن. قلت لكم بلي كنت منقصه عليه بزاف وشاعله عليه غير من تحت، خليتها طابت لي ساعه وربع. ساعه وربع. شوفوا الساعه الاولى ما حليتش كاع الفرن تاعي، ما تحليه ما ترقبي عليها ما والو خاطرش النار راها ناقصه. بعد ما فاتت ساعه شفتها باللي طابت لي، شعلت شويه من الفوق تحمرت غير شويه، دات هذا اللون الشباب. شوفوا كيفاش طلعت لي مستويه ما شاء الله، على خاطرش درت هذيك العفسه تاع الكيردون طلعت مستويه، طلعت لي على حساب السيرسو تاعي ما شاء الله، جات شابه راها قدامكم اسفنجيه رائعه. تيا قلعي لها هذاك البابي كويسون، قلعيه لها وديريها في بابي فيلم اليمونتير، غطيها بعد ما تبرد بطبيعه الحال وخليها تريح. كي تريح غايه قطعيها، ما تعجليش عليها وهي حاميه باش ما عفوا ما تتفتتلكش. من بعد انا قطعتها على 3 تاع الطبقات. تبغي يكونوا الطبقه تاعك رقاق بزاف تقدي تقطعيها حتى على 4 ماشي مشكل. وهذه هي جينواز تاعي. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم والدرس تاع اليوم. تبعونا حبيباتي وديروا ابوني لا مراكوش مشتركين، وزوروني على الانستغرام والتيك توك نفس الاسم تاع الصفحه. سلام.